السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة زراعة بسيطة. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة زراعة الفراولة من البذور. طريقتها سهلة، إن شاء الله نتعلم مع بعض الطريقة. أولا بنجيب ثمرة تكون مستوية، أهم حاجة تكون مستوية. البذر بقى بناخده إزاي؟ ممكن عن طريق الخلاط. بنحط الفاكهة دي في الخلاط وبنطلع منها البذر، بنعصرها والبذر اللي تحت بس هو اللي بناخده. اما لو في بذر طفى فوق ولا حاجة ده ما بناخدهوش، لانه بيكون متفرغ وهيبقى مش هيطلع معانا. الطريقة التانية زي ما هنتعلم مع بعض كده، وهي عن طريق ان احنا نشيل البذر كده بأي حاجة. وزي ما انتوا شايفين اهو البذرة. الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله. وادي البذرة اهي، اهي البذرة. هو بذره صغير، طلع شوية ومع بعض. البذر بتاع الفراولة يعتبر صغير جدا. هنجهز مع بعض القسيس بعد ما بنجهز مجموعة بذور ونتعلم مع بعض. أجهز لكم البذور وأجيب لكم القسيس، أرجع لكم تاني. تابعونا. بعد ما جهزنا البذور بتاعتنا، جهزنا زي ما انتم شايفين اهو، ده شكل البذور. يعتبر حبات صغيرة جدا، حجمها صغير جدا. ودي التربة، لازم طبعا تربة تكون خفيفة. هنحط البذور على بعد يعني أقل من نص سنتي. ممكن نحطها على الوش التربة، وبعدين نحط تربة بسيطة عليها من بره من فوقها زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. ممكن نحطهم مع بعض كذا بذرة عادي، وبعد كده نغطي. بعدين لما بتكبر بننقلها، مفيش مشكلة ولا أي مشكلة تأثر معانا. غطينا اهو. طبعا الري يكون بعناية عشان ما يأثرش على البذور أو تتحرك من مكانها. وطبعا لازم نغطي كل البذور كويس. مهم جدا ان كل البذور تتغطى بالتربة عشان نسبة الانبات تكون كبيرة. بعد كده بيتم تغطيتها بأي كيس نايلون أو كيس بلاستيك عشان درجة الحرارة تكون مناسبة لنمو البذور ولتسريع عملية نمو البذور. بعد أسبوع بيكون ده شكل البذور اهي، ما شاء الله. نسبة الإنبات يعتبر معقولة. طبعا مش كل البذور بتنبت، لا بيبقى جزء منها فقط. وزي ما انتم شايفين ده شكل الفراولة أو نبات الفراولة. وشكرا والسلام عليكم.